السلام عليكم حبايبي ابطال سنه رابعه. فيديو اليوم ان شاء الله من كتاب الاضواء في اللغه العربيه. هنكمل مع بعض انشطه على ما سبقت دراسته في القواعد النحويه من صفحه 12. الفيديو اللي قبل كده علشان الوقت اكتفينا بالقدر ده، وهنكمل ان شاء الله النهارده. نبدأ بسم الله. نشاط رقم 8، حدد نوع كل فعل من الأفعال التالية. احنا قلنا الفعل عندي هنا بقى يا حلوين القاعدة الفعل وأنواعه، الفعل الماضي والمضارع والأمر. هنقرأ القاعدة كويس هنفتكر بيها كل اللي فات إن شاء الله. هنا بيقول لي حدد نوع كل فعل من الأفعال. كلمة يدافع فعل إيه يا حلوين؟ فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ لا، فعل. يدافع فعل مضارع، يبقى الفعل يدافع نوع مضارع. سافر نوع ايه؟ ماض. اجتهد يعني ده فعل امر. يقرأ فعل مضارع. ينمو فعل مضارع. احرص فعل امر. حاول فعل ماض. حاول. تعلم فعل ماض. تمام. النشاط اللي بعد كده نشاط 9، أكمل بظرف المكان المناسب مما بين القوسين خلف وفوق وأمام وبين. يقف المعلم تلاميذه. يقف المعلم أمام تلاميذه. يسير القطار القضبان، يبقى بين القضبان. يقف المتهم أمام القاضي. تختبئ القطة خلف الباب. كل الكلمات هنا بتدل على ظرف مكان. تمام. نشاط 10، أكمل بظرف الزمان المناسب مما بين القوسين. الكلمات اللي تدل على ظرف الزمان معايا: شتاء، ظهرا، مساء، خريفا. رجع أبي من العمل ظهرا. تذبل الأزهار خريفا. أستمتع بأشعة الشمس صيفا. تمطر السماء شتاء. هو مش عايزك تحل النشاط كده وخلاص، احنا عارفين ان السماء بتمطر في الشتاء وتذبل الأزهار خريفا، لكن انا عايزك تعرف تفتكر معايا انه الكلمات دي بتدل على ايه يا حلوين؟ ظرف الزمان. الكلمات اللي معايا تدل على ظرف المكان. وهنا برضو نشاط رقم 9، الكلمات خلف فوق امام ما بين كلمات تدل على ظرف المكان. وعندي هنا القاعدة. نشاط رقم 11، أكمل بحرف العطف المناسب مما بين القوسين و وثم وأو وفا. طبعا نفتكر حروف العطف وفا وثم وأو، وعارفين وشرحنا قبل كده، والقاعدة موجودة والفيديو موجود على القناة، شرحنا كل استخدام لكل حرف منهم. دخل أحمد وخالد المتجر. الواو بتفيد الربط بين، قلنا حرف الواو من حروف العطف بيفيد ايه يا حلوين؟ بيفيد المشاركة، واحنا عارفين ان حروف العطف بتربط بين الجمل. يبقى دخل أحمد وخالد المتجر. زرع الفلاح ثم حصد. انا ليه ضفت ثم ما ضفتش و او فا؟ ثم قلنا بتستخدم في ايه يا حلوين؟ او بتربط بايه؟ بتفيد الترتيب والتراخي. بيكون في مدة وقت ما بين اللي هو الزراعة والحصاد، في وقت، فبنستخدم اللي بتفيد الترتيب والتراخي اللي بنستخدم ايه؟ حرف ثم. دخلت المعلمة فالتلميذ. الفاء هنا حرف عطف بيفيد الترتيب والتعقيب. اخدنا القاعدة دي في سنة تالتة، بيفيد الترتيب والتعقيب. دخلت وبعد كده دخل ايه؟ التلميذ. اسافر بالقطار او السيارة، يعني بسافر بالقطار او بالسيارة. او هنا بيفيد ايه؟ التخيير، اما يكون تختاري القطار او السيارة. تمام يا حلوين؟ نفتكر حروف العطف، ولازم نكون فاهمين الكلام ده كويس، مش حفظ. انا بقول لك اقرا القاعده، او بقول لك اقراي القاعده مش عشان تحفظيها، لا، احنا حافظينها من فهمنا للدرس او لشرح الدرس. تمام. نشاط 12، اقرا ثم اكمل بحرف الجر المناسب. حروف الجر ايه الاول؟ في، من، الى، عن، على، في، او الباء والكاف واللام. هنا هقول ايه بقى؟ هستخدم في النقاط حروف الجر. في يوم من الايام وقع الثعلب في البئر وكان غير قادر على الخروج، وظل الثعلب ينتظر مساعدة من احد الحيوانات، وبعد قليل مر الماعز وسأله عن سبب وجوده في البئر، فقال الثعلب: سيحدث جفاف كبير وأنا هنا حتى لا أموت من العطش. طبعا عارفين كلنا أن الثعلب مكار. تمام. اقتنع الماعز الساذج
الساذج وعندما قفز في البئر طلع الثعلب فوق الماعز وخرج من البئر. كملنا القصة اللي معانا يا حلوين بايه؟ الحروف اللي كملناها ايه؟ حروف الجر. تمام، دي كلها اسمها حروف جر. تمام. نشاط 13. اكتب بين القوسين نوع كل جملة. احنا قلنا الجملة لا الا جملة اسمية او جملة فعلية. الجملة الاسمية اللي بتبدأ باسم، والفعلية اللي بتبدأ بفعل. الماء سر الحياة. كلمة الماء يا حلوين اللي بدأت بها الجملة، الماء ده اسم ولا فعل؟ لا طبعا اسم، يبقى الجملة اسمية. التمارين الرياضية مفيدة. التمارين هنا اسم ولا فعل؟ لا طبعا اسم، يبقى اسمية. العالم يتكون من شعوب عديدة. العالم اسم، يبقى هنا جملة اسمية. تطورت وسائل النقل. تطورت جملة فعل، يبقى الجملة معايا جملة فعلية. بيقول لي هنا الجملة الفعلية الاسمية تبدأ باسم والفعلية تبدأ بفعل. أكمل باسم إشارة مناسب. تيجي نفتكر أسماء الإشارة مع بعض. هذا للمفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنث. قلنا هذا للمفرد المذكر، اسم إشارة المفرد المذكر. هذه للمفردة المؤنثة وللجمع الغير العاقل. هذان للمثنى المذكر، وهاتان للمثنى المؤنث، وهؤلاء لجمع المذكر وجمع المؤنث العاقل. ده كده أسماء الإشارة. هنا كتاب، يبقى هذا كتاب ده مفرد مذكر. مهذبان، هذان مهذبان. ده عشان ده ايه بقى حلوين؟ مثنى مذكر. عاملة، هقول هذه عاملة لأنها مفردة مؤنثة. أصدقاء، ده هنا جمع يا حلوين، جمع عاقل، يبقى هؤلاء أصدقاء. فتيات جمع، هؤلاء فتيات. أقلام، هنا جمع بس غير عاقل، بستخدم له اسم الإشارة هذه، يبقى هذه أقلام. تمام يا حلوين. الصفحة اللي بعد كده نشاط 15. أكمل بضمير متكلم مناسب. ضمائر المتكلم ايه يا حلوين؟ أنا للمفرد المذكر والمؤنث، ونحن للمثنى المذكر والمؤنث، ولجمع المذكر والمؤنث. ده ضمير متكلم. ذكي، هقول أنا ذكي مفرد مذكر. رفيقان، هنا المثنى، نحن رفيقان. مهندسة، أنا مهندسة. محترمون، نحن محترمون، لأنه ده إيه؟ جمع مذكر. مجتهدات، نحن. معلمتان، نحن. تمام. أكمل بضمير مخاطب مناسب. ضمير المخاطب، ضمائر المخاطب إيه بقى؟ أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. أنت للمفرد المذكر، وأنت للمفردة المؤنثة، وأنتما للمثنى المذكر والمؤنث، وأنتم لجمع المذكر، وأنتن لجمع المؤنث. ماهر، ماهر ده إيه؟ مفرد مذكر، يبقى أنت. مريضان، أنتما. مريضان ده إيه؟ مثنى. مريضان مثنى مذكر. عاقلة دي مفردة مؤنثة، تبقى أنت. مخلصون، هنا جمع يا حلوين، يبقى أنتم ده جمع مذكر، يبقى أنتم مخلصون. قويات ده جمع المؤنث، أنتن قويات. بارعتان في عملكما، يبقى أنتما. أنتما لأنه مثنى مؤنث. تمام. أنتما. نشاط رقم 17. أكمل بضمير غائب. ضمائر الغائب إيه يا حلوين؟ هو وهما وهن وهي وهم. هو وهي وهما وهن وهم. هو هنا غائب، هو تبقى ده ضمير غائب. هو للمفرد المذكر. هي حزينة، هي للمفردة المؤنثة. عاملان ضمير غائب للمفردة المؤنثة. عاملان هقول هما للمثنى المذكر والمؤنث، عندي هنا مثنى مذكر يبقى هما عاملان. محبوبون، هم محبوبون. كلمة محبوبان تدل على ايه؟ جمع المذكر. مسافرات هقول هن، لان مسافرات ده هنا جمع مؤنث تبقى هن. عاملتان مجتهدتان، هما مثنى مذكر ومؤنث تبقى، وهنا مثنى مؤنث تبقى هما. ضمير غائب هما. تمام. نشاط تطبيقي، دي اخر صفحة ان شاء الله معانا، لا لسه صفحتين عشان وقت الفيديو. نشاط تطبيق على القواعد النحوية. المفروض انتوا يا سنة رابعة يا حلوين يبقى ده بقى تحلوه مع نفسكم. تمام، علشان وقت الفيديو وسهل بقى تعرفوا. اهو بيقول لي اختار الاجابه الصحيحه. بعد ما نقرا الفقره نختار الاجابه الصحيحه. كلمه شمعه تدل على ايه؟ مذكر ولا مؤنث؟ طبعا شمعه كلمه مؤنثه. الصفحه دي بقى
ده الواجب بتاعكم. ثانيا القواعد الإملائية. القواعد الإملائية اللي هي الحروف المتشابهة في النطق يا حلوين. تتشابه في النطق وفي الصوت، مثل س وصاد، سفينة، صاروخ، سا وصا. نفرق ما بينها، وده كمان هتحلوها، الحاجات دي سهلة. تمام. هنا تعالوا نشوف، هنا صنف الكلمات الآتية وفقا لحرف المد. مهم جدا نعرف حروف المد ايه 3، الواو والالف والياء. مد بالالف، مد بالواو، ومد بالياء. المد بالالف طبعا قبليه بيجي فتحة وبعديه الف، ده المد بالالف. المد بالواو قبليه ضمة وبعديه واو. المد بالياء بيحب الكسرة، قبليه كسرة وبعديه ياء. طب تيجي نصنف الكلمات. مد بالالف، هنا المد بالالف هنا صديقة، صديقة، دي يبقى مد بالياء على طول. عادة، مد بالالف قبليه فتحة وبعديه الف. يصوم، ضمة وبعدها واو. يصوم مد بالواو. عالم يبقى مد بالالف. جميل يبقى مد بالياء. فاز مد بالالف. عزيزة، زيزة يبقى مد بالياء قبليه كسرة وبعد ياء. نور يبقى مد بالواو. سور مد بالواو. تمام. وعندي القاعدة، ضع لكل كلمة ما يناسبها. هنا حرف التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء. طبعا قاعدة وشرحنا قبل كده ازاي نفرق، خدنا قبل كده ازاي نفرق بين الكلمة اللي اخرها تاء مربوطة او تاء مفتوحة وهاء. هنا شجرة، بيقول لي التاء المربوطة تنطق تاء عند الوصل وتنطق هاء عند الوقف. لما هقول شجرة هنا هكمل في الجملة هتبقى شجرة بتاء مربوطة. لو هقف هقول شجرة، هقف عليها تبقى شجرة، هسكنها تبقى هاء، تبقى دي تاء مربوطة. يكره، هاء، تنطق هاء عند الوصل والوقف. لو قرأناها في جملة هتبقى هاء، ووقفنا عليها هتبقى هاء برضو، تبقى دي هاء. نبات، تاء مفتوحة، نبات. ونميز ازاي بالتاء المفتوحة تنطق تاء عند الوصل والوقف. تمام. لما بسكنها بتبقى تاء مش هاء زي التاء المربوطة يا حلوين. هنا وجه، مدرسة، مكتبات. الصفحة اللي بعد كده نشاط رقم 4. تأمل التنوين في الكلمات الآتية. التنوين يا حلوين، التنوين بيكون تنوين بالفتح أو بالكسر أو بالضم. تمام. دي أنواع التنوين. الكلمات هنا هنصنفها بالفتح أو بالضم أو بالكسر. وردة، تن، هنا الضمتين كده، الضمة وجنبها ضمة يبقى ده تنوين بالضم. كتابا، تنوين بالفتح. قلم، تنوين بالضم. باب، تنوين بالكسر. صغير، تنوين بالضم. نيل، تنوين بالكسر. صديق، تنوين بالكسر. شمسا، تنوين بالفتح. فتاة، تنوين بالفتح. تمام يا حلوين. المفروض انتوا شطار والمفروض نكون عارفين الكلام ده كله. دي مراجعة مش شرح، يعني مفيش يعني طالب او طالبة في سنة رابعة يبقوا لسه بيسمعوا الكلام ده من جديد. ولو حصل وبتسمعوا الكلام ده لازم ترجعوا للفيديوهات وتذاكروا الكلام ده كويس، وتذاكروه سنة رابعة علشان ايه نكمل مع بعض وانتم متفوقين كده وفاهمين كل حاجة. حدد الحرف المشدد في الكلمات الآتية ثم حلله. سلم، الحرف المشدد هنا عندي حرف اللام. تحلل الحرف المشدد لام ساكنة ولام مفتوحة. معلم، حرف اللام برضو لام ساكنة ولام مكسورة. صبورة، حرف الباء باء ساكنة وباء مضمومة بقى عليها ضمة. والحرف المشدد ده بيبقى حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. هات كلمات فيها اللام الشمسية وأخرى فيها اللام القمرية على أن يكون بها حرف من هذه الحروف. اللام الشمسية طبعا الكلمة اللي تعودنا عليها الشمس. كلمة الشمس دي فيها لام شمسية. خلاص الشمس نطقنا اللام لا يبقى الشمس، يبقى اللام الشمسية تكتب ولا تنطق. وبيكون فيها حلوين الحرف الثالث بيكون مشدد. الحرف الثالث عشان نعرف اللام الشمسية الحرف الثالث بيكون مشدد. تمام. الشمس، الليمون، الصابون. هنا ما نطقناش اللام، تجي بقى اللام القمرية. القمر من اسمها كده القمر، لام قمرية بتنطق لام وتكتب لام، تنطق وتكتب.
الموز، العنب. وهنا عندي بيعرف لي اللام الشمسيه واللام القمريه، وبيقول لي الحروف عشان ما نتلخبطش. طبعا ما بنحفظش الحروف، احنا عارفين انه الحروف، بيقول هنا الحروف يعني ممكن نحفظ بس الحروف اللام القمريه، ابغ حجك وخف عقيمه، ده حروف اللام القمريه، وباقي الحروف حروف اللام الشمسيه. تمام. واحنا عرفنا ان اللام الشمسيه بيبقى الحرف الثالث مشدد، اللي هو الحرف الثالث اللي هي الالف واللام، ده حرفين، واحد اتنين، والتالت اللي هي الشمس ده مشدد. نعرف انه اللام اللي تالت حرف بعد الالف واللام ده لما يكون مشدد يبقى اللام هنا الكلمه بها لام شمسيه. تمام. عشان لو ما نحفظش الحروف عشان ما نتلخبطش، احنا نفهم كده. الصفحه اللي بعد كده نشاط رقم 7. ضع علامة ترقيم في مكانها المناسب. عندي علامة الترقيم اللي هي النقطة بتوضع في نهاية الجملة، وهنا الفاصلة توضع بين الكلمات والجمل، وعلامة الاستفهام طبعا في ايه؟ توضع في نهاية الجملة التي تبدأ بأداة استفهام، وعلامة التعجب توضع بعد الجملة التي تفيد الدهشة والتعجب. وهنا عندي ايه؟ الفوقيتان اللي هما النقطتين الصغيرين اللي فوق بعض كده توضع بعد القول، والفاصلة المنقوطة توضع قبل جملة التعليل أو السبب. ما أروع الصدق، ما هنا التعجبية يبقى علامة تعجب. المؤمن يدخل الجنة، هنا نقطة. أقرأ الكتب والقصص، هنا فاصلة. متى تزور أباك، متى هنا أداة استفهام تبقى بتنتهي بعلامة استفهام. قال المتهم، هنا الفوقيتان اللي هي بعد الإيه حلوين، الفوقيتان اللي بعد القول. أنا بريء، أذاكر بجد لكي أنجح في الامتحان، هنا الفاصلة المنقوطة اللي بتوضع قبل جملة التعليل أو السبب. بتذاكر ليه؟ بيبين لي بقى اللام هنا لام التعليل طبعا، عشان أنجح، لكي أنجح في الامتحان، يبقى هنا فاصلة منقوطة. تمام. نشاط 8. ضع دائرة حول الكلمة التي تنتهي بألف لينة. الألف اللينة هي هي إيه؟ بتنطق ألف وتكتب ألف أو ياء، بياء بدون نقاط، تبقى دي اسمها ألف لينة. أنا هدى أهوى قراءة القصص قبل النوم، وأحافظ على نظافة أسناني باستمرار، وأمارس الرياضة في الصباح، فهي من عاداتي اليومية. أنا هنا ألف لينة نطقناها ألف وكتبت ألف. هدى الياء هنا ألف لينة نطقت ألف وكتبت ياء بدون نقاط. وبعد كده على ألف لينة. تمام. ده هنا الثلاث كلمات اللي فيهم ألف لينة. بيقول لي هنا ضع دائرة حول همزة القطع وخطا تحت ألف الوصل. همزة القطع ألف في أول الكلمة تكتب بها الهمزة بالشكل ده عليها الهمزة، إنما ألف الوصل يا ولاد ألف في أول الكلمة ليس له يعني ليس بها همزة، يعني الألف اللي بيجي في أول الكلمة وما عليهوش همزة ده اسمه ألف وصل، إنما الألف اللي عليه همزة اسمه همزة قطع، اسمها همزة قطع. أعلم أن العلم والاجتهاد طريق النجاح وأساس التفوق. بيقول لي دائرة حول همزة القطع. همزة القطع أن، هنا همزة ألف في الأول وعليه همزة، أن تبقى همزة قطع. أساس همزة قطع، إنما ألف الوصل أعلم دي طبعا ألف بدون همزة في أول الكلمة. والعلم ألف وصل، والنجاح ألف وصل، والتفوق ألف وصل. نشاط 10. حدد الجذر. حدد الجذر اللغوي للكلمات التالية. عرفنا الجذر اللغوي للكلمات التالية قبل كده، شرحنا قبل كده. الجذر اللغوي هو الحروف الأصلية التي يتكون منها الفعل الماضي للكلمة. الفعل الماضي للكلمة هو هنا الجذر اللغوي. حلوين. مزارع، زراعة، مزرعة. كنا بنقول ايه يا ولاد واحنا في سنة تالتة صغيرين شوية؟ كنا بنقول نشوف الحروف اللي اتكررت في كل كلمة هي في كل كلمة وبنكتبها بتكون الفعل الماضي منهم. هنا زرع، كتاب، مكتب، مكتوب. لو لقينا الحروف اللي اتكررت يا ولاد هنلاقيه كتب. تمام. معلم، علوم، عليم، علم. نشاط رقم 11. أكمل كل كلمة بما يناسبها. بيقول الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة تكتب مرة على السطر إذا كان قبلها مد بالألف مثل كلمة شراء، أو مد بالياء مثل جريء، أو مد بالواو مثل كلمة لجوء. هنا مكروء، هنا مد بالواو مكروء، دي همزة متطرفة. بناء قبلها مد بالألف همزة متطرفة. بطيء قبلها مد بالياء دي اسمها همزة متطرفة. تمام يا حلوين. والنشاط ده بقى
واجب برضو هتحلوه وتحلوه لوحدكم يا حبايب قلبي يا سنة رابعة. واشوفكم فيديو جديد. واسفة انا بتكلم بسرعة بسرعة علشان وقت الفيديو ما يطولش اكتر من كده. تفضلوا معايا لاخر الفيديو. لو لسه معايا لاخر الفيديو بقى ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.